ماله النت؟ ابلود، داونلود، اوفرلود. سرعة الانترنت بطيئة جدا. حاجة زفت الزفت يعني. وساعات بيبطأ وساعات لا. بس عايز تحمل فيلم او هتحمل اي حاجه، البافرنج بياخد كتير قوي. تقعد 3 ايام تحمل في فيلم. ده غير طبعا ما بيفصل كل اسبوع اسبوعين، تلاقي يوم بيفصل النت، تنزل في الشركه يقول لك راستر الراوتر، بعد ما تراستر الراوتر يقول لك راستره تاني. مشكله كبيره جدا في الانترنت عندنا في مصر بسبب الاحتكار. خدمتها سيئه وتكاليفها عاليه، وده للاسف بينزل بمعايير المواطن المصري ان هو بيرضى باقل حاجه رغم ان هي تكاليفها عاليه. بس الحمد لله كل حاجه من عند ربنا، والصبر فينا علامه اصلا. فده طبعا بيأثر على حياته ومعاييره في شغله كمان، فهو بالتالي بيطلع شغل اوحش. مصرية للاتصالات هي الشركه الوحيده اللي بتتحكم في ان هي تعمل انفراستراكشر، يعني هي الوحيده اللي معاها تصريح انها تمد كابلات في الارض وحاجات كده. الجو يخليك تقدر تمارس هوايتك، حاجه مقفوله حواليك، محدش شايفك، محدش حاطط لازم تقول كذا او حاطط لك سكريبت معين انت بتقوله او حاجات من دي. وزير الاتصالات احنا بنقول لحضرتك يعني يا ريت يعني تبص على الشعب شويه. على فكره المفروض تبقى كده يعني. هي بتعبر عن راينا جدا وعن راي كل الناس. هو بالنسبه له هو في مكتبه بالظبط يعني بالزبط. النت عنده واخد السرعه كلها واخدها من المنبع. قلت له ما عليا ازاي يا سيدنا وخير بلادنا ماهوش بايدنا. فانت كوزير اتصالات، هل انت بتعاني من نفس المشاكل اللي الشعب بتاعك بيعاني منها؟ لا طبعا اكيد لا. انا اقول له ربنا ينتقم منك. وانا حسبي الله ونعم الوكيل. وانا اقول له السلام عليكم يا باشا. غانا كمان. غانا واحنا هنا في مصر سايبيننا كده ليه؟ يا غانا فيها نت؟ هي بجد غانا فيها نت؟ انا راح اولع في نفسي بقى في الراوتر. غانا الهوا غانا. ال 4 ميجا ب 80 جنيه؟ يا بلاش يا بلاش. احنا بندفعوا ال 2 ميجا ب 240 جنيه. واحنا 1 ميجا ب 140 جنيه. احنا بيضحك علينا وش. انا مع الثوره ضد البطء في الانترنت. انا مع ثورة الانترنت. ثورة الانترنت. ثورة الانترنت وكل حاجة نعمل عليها ثورة، ثورة الجياع، ثورة الانترنت، ثورة اللي مش عارف ايه. معانا وش طبعا يعني. معاها طبعا. احنا مع اي تغيير، يعني احنا مع التغيير في حد ذاته، فالنت طبعا حاجة أساسية بالنسبة لنا، فاحنا نعتبر معاه يعني. مش مظبوطه الكاميرا يا جماعه، كل شويه هنفضل نظبطه في الكاميرا. حطينا الكشك ده في الشارع، اي حد ممكن يدخله. خرجت من جوايا حاجات فعلا ما ينفعش تخرج غير وانت مع نفسك في السوسايتي اللي انتوا عاملينه ده. جوه الكشك سالنا الناس سؤال واديناهم دقيقتين، دقيقه يردوا على السؤال ودقيقه يقولوا اي حاجه في نفسهم، اي حاجه. تعب بجد، تعب. الناس كلها جايه عليا نفسي اعمل حاجه، بس في البلد دي انا مش عارف اعمل حاجه. على فكره الكشك ده هتلاقيه بيلف في كل حته في مصر، وممكن تصحى من نومك تلاقيه واقف تحت بيتكم او في الحته بتاعتكم. جوه الكشك هتشوف وتسمع فعلا المصريين الحقيقيين.